انتهت مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية بفوز المارينجي العملاق المدريدي بخماسية مقابل 3 أهداف. واحد يقول لي بس كده الهلال السعودي أفضل من الأهلي المصري. أقول لك ثواني بس عشان أدعك في عيني كده مرة ونهدى مع بعض. بص يا سيدي، الهلال السعودي أدى مباراة بالمناسبة قياسا للإمكانيات اللي بينه وبين ريال مدريد مباراة تاريخية عادي جدا، والأهلي أدى أمام ريال مدريد مباراة تاريخية. إيه ده إزاي يعني هيشتري فيه؟ إيه ده خسران 4-1 وده خسران 5-3؟ أقول لك يا سيدي سيبك من نتيجة 5-3، أنت فرحان إنه خسر 5-3؟ ما إحنا مش هننام النهارده مش هننام. اسمع مني، 5-3 دي مش هننام. واحد يقول لي بس ما هو كده خسران فرق 2. أقول لك علي وحسين. علي وحسين يلا. ما انت لو قلت لي انه خسران يعني واحد دخل فيه 5 تجوان بقت 2-0. ما انا عارف، بس بقى بس اسمع للاخر. انا جاي لك في جملتين مهمين. الهلال السعودي بمين؟ بموسى ماريجا، بلوسيانو فييتو يا جماعه. اللعيب ده ما علينا، سيبك منه. سالم الدوسري، عارف مين كان قاعد دكه في الهلال السعودي؟ اجاله اللي مش هقول لك ركبته كلها، لا ركبته كلها كتير. الصابونه اللي في ركبته احسن من مهاجمي الدوري المصري مجتمعين. الصابونه اللي في ركبه اجاله، اسمع بقى، جاله اسمع. الصابونه اللي في ركبه اجاله دي بكل مهاجمي الدوري المصري مجتمعين، قاعد دكه في الهلال قدام ريال مدريد. طيب القيمة التسويقية للهلال السعودي 60 مليون يورو، القيمة التسويقية للنادي الأهلي 29.5 مليون يورو، أي القيمة التسويقية للهلال السعودي هي ضعف القيمة التسويقية للنادي الأهلي. وخسر 5 من ريال مدريد، وكان في الدقيقة 57 خسران 4-1. الدقيقة 57 الأهلي لحد الدقيقة 90 2-1 لريال مدريد. وكابتن محمد مجدي قفشه مضيع انفراد مؤكد. خلي بالك عدد الفرص التي اتيحت للاهداف للهلال السعودي قدام ريال مدريد قد الفرص اللي اتيحت للاهلي لتسجيل اهداف قدام ريال مدريد، ان لم يكن فرص الاهلي اكتر واخطر بفرصتين او 3. ولكن انها الجوده يا عزيزي، انها الفلوس يا عزيزي، هي دي جودة اللعيبة. انت بتتكلم في هجوم سالم الدوسري، موسى ماريجا، لوسيانو فييتو اللي النهارده انفراد يعني جون، موسى ماريجا انفراد من نص الملعب يعني جون. مش هنقعد نتكلم، خير الكلام ما قل ودل، مش هنقعد نهري. هو ده فرق السعر، هي دي الجودة، هي دي الكواليتي اللي انت بتتكلم فيها. فما تجيش تقول لي بص بقى الاهلي ما جابش غير جون واحد. ما هو تاني جماهير النادي الاهلي لما بتتكلم على لوم لمجلس الاداره فهي بتتكلم على لوم لانه ما جابش مهاجم. لان لو مهاجم بحجم فينيسيوس امارال اللي راح الاهلي جده كان موجود مع الاهلي في بطوله زي دي، كنت ممكن تشوف الاهلي بيجيب في ريال مدريد 2 و3 مش واحد بس. كنت ممكن تشوف الاهلي النهارده بيخلص ماتش فلامينجو البرازيلي سكور لصالح الاهلي رغم الطرد. رغم الطرد. عشان كده بقول لك هو ده الكواليتي. اياك ان تقلل من حجم الاهلي واياك ان تقلل من حجم الهلال السعودي. ده يمكن الهلال السعودي يلام شويه. انت معاك 60 مليون يورو، معاك ماريجا، معاك سالم الدوسري، معاك لوسيانو فييتو، معاك بره على الدكه اجاله والواد البرازيلي اللي اسمه شوكت اللي نزل ده اللي جايبينه من الدوري البرازيلي القصير اللي اسمه مايكل ولا ميشيل. انت بتتكلم في فرقه كلها محترفين وتقال، وخسرت 5-3 قدام ريال مدريد. عشان هو ده ريال مدريد، عشان هو ده حجم اي فريق بيتحط قدام ريال مدريد. بص فهد العتيبي النهارده، فهد العتيبي بقى ملوش في التضجين. قالها صريحه، قال جمله واحده: يجب ان يكرموا لاعبو الهلال السعودي عند عودتهم للمملكه.
لانهم يواجهوا من؟ العملاق المدريدي ريال مدريد، لانهم يواجهوا اعظم فريق في تاريخ كرة القدم. هل الكلام ده في اعلامي عندنا يقدر يقوله؟ هل الكلام ده في معلق عندنا يقدر يقوله؟ لا لا، مفيش، قولا واحدا مفيش. الهلال السعودي لا يلام والاهلي لا يلام. طب في حد من الاثنين هيلام على الهزيمه قدام ريال مدريد؟ يكون الهلال السعودي اللي قيمته التسويقيه ضعف القيمه التسويقيه للنادي الاهلي، واللي عنده كواليتي لعيبه. انا اسف جدا، انا اسف جدا، لا يقارن بكواليتي اللعيبه في الاهلي. خصوصا يعني ممكن اكلمك في ان في الدفاع في لعيبه مميزه على لعيبه الهلال، لعيبه مميزه في الاهلي دفاعيا عن لعيبه الهلال، لكن لو هتكلمني على الهجوم انا اسف، انا اسف. اي مقارنه بين هجوم الاهلي والهلال السعودي هي محض هراء ومحض تهريج، يبقى احنا بنهزر. خسر 5-3 5-3 ويكاد يكون ما صنعش فرص محققه للتهديف زي اللي صنعها النادي الاهلي. انت بتتكلم ان الاهلي عمل قدام ريال مدريد ملحمه، والله العظيم ملحمه. في النهايه المارينجي ريال مدريد بطلا لكاس العالم للانديه للمره الخامسه في تاريخه، والهلال السعودي يحقق انجاز بحصده للفضيه امام العملاق المدريدي. كلمتين شفا، صح؟ السلام عليكم.